تعرف إن العالم انتهى سنة 2012؟ إحنا دلوقتي عايشين في ولا حاجة. اللي قدامك دي التويتة اللي كتبها نيك هينتون سنة 2019، بيسأل فيها هو العالم انتهى سنة 2012؟ الغريب جدا إن الأغلبية العظمى من الكومنتات بتقول العالم انتهى سنة 2012، وطبعا ده بالنسبة لنا عبث ولا منطقية. بس خلينا نعرف الناس دي إيه أسبابها اللي مخليها تعتقد إن العالم انتهى من 12 سنة. السبب الأخير هيبهرك. يا جماعة ليه بتقولوا العالم انتهى سنة 2012؟ أول حاجة هي نبوءة حضارة المايا. حضارة المايا تنبأت بانتهاء العالم كله سنة 2012. تاني سبب معانا وهي تحذيرات العالم ستيفن هوكينج من تجارب سيرن. سيرن دي المنظمة الأوروبية للبحوث النووية. المنظمة دي من كام سنة اكتشفت هيجز بوزون، ودي كانت طفرة علمية كبيرة جدا في مجال الفيزياء. كل العلماء كانت مبسوطة ومنبهرة بهذا الاكتشاف ما عدا ستيفن هوكينز، لأنه كان بيقول إن اكتشاف الجسيم ده هيدمر العالم، وإن دي بداية النهاية، لأن التجارب اللي بتتم على البوزون ده هتخلق لنا ثقب أسود هيمتص العالم بتاعنا كله. كأنك كده جبت مكنسة كهربائية كبيرة جدا وشفطت العالم كله جواه. وعايزه اقول لك ان هو ما قالش بس انه هيدمر العالم وبدايه النهايه والكلام ده كله، بس لا، ده قال اصلا ان في خلاص ثقب اسود اتخلق واحنا كلنا اتشفطنا جواه. والكلام ده اتكتب في مقدمه كتابه اللي نشره سنه 2014. بصراحه انا لحد دلوقتي مش مقتنع بالاسباب بتاعتهم، بس خلينا نشوف بقيه الاسباب. واحده من الاسباب الغريبه اللي بيأيدها ايلون ماسك هي ان احنا عايشين في سيميوليشن او محاكاه كبيره جدا، وفي ناس بتتفرج علينا وبتتحكم فينا. ايلون ماسك قال ان في المستقبل، او مش في المستقبل قوي، احنا اوريدي عايشين فيه دلوقتي، هيكون في نظام محاكاه ضخم جدا هيخلق عالم في كل حاجه حوالينا. من كتر ما هو محترف ومتقن مش هنقدر نفرقه ما بين العالم الحقيقي اللي احنا عايشينه. وهو بيقول ان ده اللي احنا عايشين فيه. تخيل كده معايا ان الناس القديمه عندهم محاكاه، جابونا احنا جوه المحاكاه، واحنا هنعمل محاكاه هنجيب ناس تانية جوه المحاكاه، والناس التانية اللي احنا هنجيبهم جوه المحاكاه بالذكاء كده هيجيبوا كمان ناس تحتيهم، وهتفضل لوب ماشيه مش عارفين بدايتها من نهايتها. هو سبب غريب وغير مقنع وما يتفقش طبعا معانا، بس خلينا نشوف بقيه الاسباب. بيج بانج ثيوري او نظريه الانفجار العظيم. من 13.8 مليار سنه جسيم صغير جواه كميه هائله من الطاقه انفجر وكون لي كل حاجة في الكون. الكون بيفضل يتمدد إلى ما لا نهاية بفعل حاجة اسمها الدارك انرجي. عملنا حلقة عن الموضوع ده اسمها خطة هروب، هتلاقيها موجودة على قناة اليوتيوب. المهم إن الكون هيفضل يتمدد 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 يتمدد، وفجأة هيحصل حاجة اسمها الانكماش العظيم.